هولندا بالليل. هولندا بالليل مختلفة جدًا عن النهار، وتحديدًا مدينة أمستردام، حياة تانية خالص. أولًا أجزاء كتير منها بتسهر، والمحلات بتفضل منورة حتى لو مقفولة، والمواصلات بتشتغل فيها لوقت متأخر، وكمان قنوات المَيّة اللي موجودة فيها وبنسبة كبيرة بتعمل رحلات ليلية، شبيهة كده عندنا بالأتوبيس النهري أو بزورق صغير الناس تركبه وتتفسح فيه بالليل في قلب المَيّة. وطبعًا البط المشهورة بيه هولندا هتلاقيه عايم كده بالليل في المَيّة وبشكل ملحوظ، ومحدش يقدر يلمسه بأي أذى، لإن الغرامة بتكون كبيرة جدًا حتى توصل للحبس. وطبعًا بخلاف المنطقة الحمرا الشهيرة اللي مش بتشتغل أصلًا غير بالليل، والمخصصة للسهرات الحمرا وصالات الديسكوتيك والشوهات المشهورة بيها هولندا. وأنتم فاهمينّي طبعًا. أمستردام بالليل فعلًا صاخبة، محلات أكل فاتحة، قهاوي، كافيهات، وده اللي بيميزها عن أي مدينة أوروبية تانية، وهي بتنفرد في الأمور دي بصراحة. وأنت في أمستردام بالليل أكيد مش هيصيبك أي ملل، وهتعرف تستمتع بوقتك جدًا حتى لو بعد منتصف الليل. يا مساء الفل، يا مساء الخير. احنا دلوقتي في دام سكوير. ده ميدان مشهور جدا في امستردام، واللي ورايا دوت احد القصور الملكيه، والناحيه التانيه دي يعني مسله او حاجه مشهوره كده عندهم يعني. تمام. وهنا متحف تسو المشهور طبعا بتاع تماثيل الشمع. ولفت نظري حاجه ظريفه جدا عاملينها بصراحه، عجبتني قوي يعني. بصوا يا جماعه، هنا شايفين ده المفروض كرسي او حاجه عشان الناس تقعد عليه يعني، تستريح في المشي وكده. اللي احنا شايفينه دي مجسمات لمعالم الميدان، يعني كل مجسم منهم اهو، كل مجسم منهم مكتوب تحتيه اسمه والشكل بتاعه. وهنا برضو نفس الموضوع اهو. وهنا في فندق مشهور عندهم في الميدان برضو اهو. وادي مبنى تاني، وادي مبنى تاني اهو. وادي القصر الملكي اللي احنا شفناه، وادي المسله اللي احنا شفناها، بس هو مكتوب بلغه يعني هولنديه او المانيه اعتقد يعني. ف يعني دي كانت حاجه كده ظريفه بصراحه، لاحظت ان هي موجوده، وفكره حلوه يعني، فكره حلوه. وامستردام دي بالليل في الوقت المتاخر دي اعتقد هي اكتر مكان في اللي احنا واقفين فيه دوت، هو في حياه شويه، في حركه شويه، في ترافيك شويه. ده طبعا مش بالطبيعي ومش موجود في بقيه المدينه يعني، لان بالليل بيبقى كل نايم يعني. في التوقيت ده بيبقى كل خلاص قفل وكل نام، بس امستردام لا، بتسهر شويه بالليل. يلا اشوفكم كل خير. مساء الفل. النهارده احنا في هولندا في امستردام، بس بالليل. في حاجات بالليل في امستردام ما ينفعش تشوفها اصلا بالنهار، في حاجات بالنهار ما ينفعش نشوفها بالليل. فتعالوا نشوف ايه اللي موجود بالليل وما ينفعش نشوفه بالنهار. ان شاء الله هتبقى في تقارير قريبه كويس ممتازه ومميزه جدا عن امستردام بس في الليل بتاعها. مساء الفل، يلا بينا.
يا مساء الخير يا مساء الفل. هولندا فيها حاجات بالليل ما نعرفش نشوفها بالنهار، وحاجات بالنهار ما نعرفش نشوفها بالليل. هنعمل تقارير مميزه جدا في هولندا في امستردام، وهنشوف الحياه الليليه شكلها عامله ازاي والصخب شكله عامل ازاي في اكتر مدينه معروف عنها ان هي بتسهر بالليل، عكس جميع مدن اوروبا اللي هي متعوده ان هي تنام بدري جدا من بالليل. يلا بينا ونشوف هولندا بالليل اخبارها ايه. بصوا يا جماعه، هنا مكان ذوي الاحتياجات الخاصه، يعني ليهم لونه احمر، كراسينا حمراء، والعلامه بتاعتهم تحت اهي، حاجات مخصصه ليهم. يعني اللي احنا شايفينه دوت الترام اللي فوق الارض، مش اندر جراوند يعني. وهنا في استعلامات جوه الترام، واحد بيبقى قاعد في مكتب كده ومقفول عليه، عشان يخدم اي حد عايز اي سؤال اي حاجه يعني. ده الترام بتاع هولندا اللي هو فوق الارض. هي شركات كتيره قوي. وادي التسعيره بتاعته اهي اهو. 1 اور 3 يورو 20 سنت، ده لمده ساعه. لو عايز تستخدمه لمده ساعه 24 ساعه 8 يورو و50 سنت. وادي الشبكه، الخطوط بتاعته كلها اهي. طبعا يعني المفضل ان اهو ادي من جوه اهو، ان انا بجيب اللي هو زي اشتراك كده المترو، او معاك تيكت لمده يوم او 2 أو 3. انا حجزت تيكت لمده 3 ايام، ولما يخلصوا يعني هعمل تجديد تاني للمده المتبقيه ليا. زي ما احنا شايفين الناس كلها بتدخل من المكن بشكل سهل جدا، وده موجود من الناحيه اللي راكب منها ومن الناحيه اللي خارج منها. تعالوا دلوقتي نخرج اهو، حط التيكت كده، خرج فتح، ونخرج كده بنشوف بقى يعني المحطة. بصراحة يعني هي كبيرة جدا طبعا، هنحاول ان احنا نلمها كلها، وتفاصيلها كتيرة جدا، وفيها كل حاجة يعني حد يحتاجها. دي السلالم دي اللي بتطلع على الأرصفة تانية، سواء ممكن تاخد قطر او يوديك في منطقة تانية. تمام. انا كنت هطلع الميدان من حته ثانيه، بس انا حبيت ان انا اطلع من هنا عشان نشوف التفاصيل والناس والموضوع ماشي ازاي يعني. تمام. الناس في هولندا عمليين جدا يعني اهو. ادي بص، كل المحطه كلها سلالم تطلعك، ومكان يطلعك على مكان تاني، ومن مكان لمكان وهكذا يعني. دي سلالم تطلعك على فوق خالص لو انت حبيت. مطاعم بيتزا، ومطاعم اكترها مطاعم فاست فود. اوكي اهو. ادي اليوفط ديت بتحدد يعني كل واحد اتجاهه فين، وفاضل له في الوقت قد ايه بالظبط. تمام. ده هيطلعنا على مكان تاني، بس احنا مش عايزين نطلع منه يعني. خلينا نشوف. انا الاي دي اللي معايا او التيكت اللي معايا طلعني من اي مكان، يعني من اي مكان. وبرده تطلع مش الترام بس، مش القطر بس، اي مواصله، قطر، باص، ترام، اي مواصله. التيكت بيتقطع لمده يوم او 2 أو 3، وتتعامل بيه في كل المواصلات. بصراحه يعني حاجه تحفه بجد فعلا يعني. بتوفر وقت كبير جدا، وبتوفر هيدك يعني. خلاص معاك تيكت معاك تروح بيه اي مكان يعني. هي دي فكرته. هي اصلا دي فكرته يعني. طيب احنا نطلع بقى يعني. شوف احنا دخلنا اهو،
دي سلالم قطر. يلا بص اهو مثلا كده عدد لا محدود من المرات، يعني مش مرتبط بكم مرة ولا مرتبط ب يعني مثلا ايه وحدات ولا كم محطة ولا لا، هو مش مرتبط بحاجة غير اليوم بس. لو هتركب في اليوم 1000 مرة هو ما عندوش مشكلة اركبها. لو طول اليوم هتفضل رايح جاي في المواصلات العامة ما عندوش أي مشكلة، براحتك. تمام، هي دي فكرتهم. الأبواب دي أهي اللي بتطلع على عادي جدا إن احنا نشوف حد مشغل مزيكا بيعزف آلة موسيقية معينة والناس تحب تسمعه عادي. اللي عايز يدفع له حاجة اوكي، مش عايز يمشي ايزي جدا يعني. اهو الراجل قاعد ومنسجم اهو وزي الفل يعني. وفي نهاية تقريرنا ما تنسوش تعملوا مشاركة للفيديو ومتابعة ولايك للبيج على الفيسبوك عشان يوصل لكم كل جديد بننشره، وتعملوا اشتراك بالقناة وتفعيل الجرس لو بتشوفونا من على اليوتيوب، ومتابعة على انستجرام وتيك توك. واكتبوا لي في تعليقاتكم أي ملاحظات أو أسئلة تخص أي موضوع. مع خالص تحياتي وأشوفكم بكل خير.